في مساء يوم من أمسيات يونيو، أغلق الدكتور حليم السبعينية باب عيادته الصغيرة في وسط القاهرة. كان جراح مخ وأعصاب شهيراً، تزين جدران عيادته شهادات من باريس ولندن، لكن قلبه ظل مشدوداً إلى الأزقة الضيقة حيث ترعرع. منذ سنوات اتخذ عادة أن يوزع بقايا العشاء، الدسم الذي يقدمه المرضى الأغنياء، على بعض المتسولين حول العمارة، وفي مقدمتهم أم دنيا وزوجها شعبان زوجان، كان يمدان له يد الحاجة ويخفيان وراءها جشعا لا يشبع. ذلك المساء خرج حليم من سيارته الفولفو القديمة حاملا كيسا به دواء ومسحة قطنية وعلبة كشري ساخنة، وعد بها أم دنيا. لم ينتبه إلى ظلين يراقبان خطواته في مدخل البناية. لم تستغرق خطة الزوجين وقتا طويلا. طرق خفيف على الباب. دكتورنا الطيب، البنت صدعت وما معيش فلوس الكشف. فتح الباب وهو يبتسم، لكن الشعور بالامتنان على وجه أم دنيا انقلب إلى قسوة حين دفعه شعبان بعنف إلى الداخل. ضربة بأداة ثقيلة، مرآة يدوية نحاسية كان يحتفظ بها فوق طاولة كفت أنفاسه قبل أن يرفع سبابته للاحتجاج. لاحقاً كان صمت الشقة يفوح برائحة دم امتزج بالكحول الطبي وعبير الياسمين الذي اعتاد حليم رشه مساء. سرق الزوجان هاتفه الذكي الذي يحتوي على تطبيق يربط كاميرات المراقبة وحافظة بها 10,000 كان يخبئها لدفع قسط حضانة حفيدته. قلبا صالون رأسا على عقب، وانتزعا حتى ساعة اليدهدية تخرجه منذ نصف قرن. انكشاف الفاجع صباح اليوم التالي. لاحظ حارس البناية أن الدكتور لم يغادر في موعده المعتاد. استعان بنجل أحد الجيران، ففتح الباب ليجد الرجل المسن مسجع على الأرض، وفوق رأسه شق غائر يكشف جمجمته التي أنقذت عشرات الأرواح من قبل. أبلغ قسم شرطة قصر النيل، وتولى المقدم نذران المعروف بحسه التحقيقية المهمة. في أقل من ساعة كان فريق الأدلة الجنائية يمسح الشقة. الكاميرات المطلة على المدخل سرقت، لكن نادر فكر خارج الإطار. تطبيق الكاميرات كان متزامنا مع خادم سحابي عثر على نسخة احتياطية على حاسوب العيادة، فسحب تسجيل الليلة الماضية. حمله بحذر بدا فيه. ضوء خافت يسقط على وجه أم دنيا وهي تلتفت في توجس نحو الكاميرا قبل أن ينتزع شعبان السلك. دليل دامغ. مطاردة 24 ساعة. عند ظهر اليوم نفسه وصل بلاغ عن بيع هاتف آيفون مستعمل إلى محل في بولاق. أرسل المقدم فريقا ضبط الهاتف بصمة. إصبع أم دنيا ما زالت على الشاشة، تتبع مسارها حتى كوخ خشبية على أطراف المقابر، وهناكبين أكياس القمامة وزجاجات الخمر الرخيصة قبضوا على الزوجين يوزعان المسروقات. شعبان حاول الإنكار قائلا إن الهاتف لقاه في الشارع، لكن ظل لطخ دم مجفف على ربطة عنقه أسكتته. أم دنيا التي اعتادت تمثيل الضعف انفجرت في نوبة صراخ حين رأت الأصفاد. هو اللي سابنا، ما كانش يدينا إلا الفتاة. جملة صارت لاحقا هاشتاغا على تويتر يشعل نقاشات عن جحود من يعطي يد العطاء. بعد 3 ساعات من التحقيق وقع اعترافا كاملا. أحيل الملف إلى النيابة مع توصية بتوجيه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة المشددة، وهي عقوبة لا رحمة فيها. في الجنازة وقفت الطبيبة رنا ابنة الدكتور تلاء العزاء، لمست أصابعها جبين أبيها للمرة الأخيرة وهمست: سامحهم يا بابا حتى لو كانوا ما يستاهلوش. الصحف عنونت القصة: يد الخير التي انكسرت على عتبات الطمع. حكى المقدم نادر أمام الكاميرات أن حل اللغز لم يكن في الأدلة بقدر ما كان في فهم طبيعة البشر. القاتل يخلف دوما ظلا لا يستطيع الهرب منه، قالها وهو يوم